الآن بعد ما شكلت خبز السميد بخليه يخمر تقريبا ربع ساعة يتضاعف حجمه، بعدين بدخله الفرن حار. أما بالنسبة للتغميس اللي قبل شوي، أول واحدة حطيت من دبس التمر وأضفت عليها ماء، الثاني حطيت فيه سمسم أنا حمصته. وهذا خبز السميد بعد ما تضاعف حجمه وخمر الآن بدخله الفرن مسبق تشغيل. وهنا بعد ما خبزته بالفرن ما شاء الله تبارك الله الريحة جدا شهية. بنتظره يبرد بعدين أفتح لكم واحدة من النص. وهذا شكلها من الداخل، أعجبتني جدا، طرية ولذيذة. كاقتراح للتقديم دهنتها بجبنة فيتا بيضة، بعدين حطيت عليها جرجير، والطبقة الثانية حطيت عليها من صلصة البيستو.